السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي واخواتي؟ طمنوني عليكم. اختكم ام يوسف من قناة بنت العمدة. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي. المرة اللي عدت احنا اتكلمنا عن تقسيم الميزانية الشهرية. هنقسمها 4 بنود، ووريتكم كل بند فيها اسمه ايه وهنكتب فيه ايه، وهنقسم الفلوس ازاي بتاعت المصروف الشهري. الفيديو اللي بعده كلمتكم عن أول بندين من الميزانية الشهرية، وهما بند الأساسيات والضروريات، واتكلمنا عن الجمعية، واتكلمنا عن الضروريات اللي هي اللحمة والفراخ وحاجة الفريزر. الفيديو ده هنتكلم عن البند الثالث وهو التموين والخزين. ماشي يا حبايبي؟ أول حاجة أنا قلت لكم لما أجيب التموين وحاجة الشهر من الخزين هصورها وأوريها لكم. زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو، جبت لكم اول حاجة جبت ب200 جنيه رز. زي ما قلت لكم هنجيب ب200 جنيه رز، جبت ب200 جنيه و8 اللي هما ايه 8 كيلو، وجبت كيلو شعرية، وجبت نص فاصوليا، جبت نص لوبيا، جبت نص عدس، نص فول مدشوش، وجبت حمص. ماشي كده يا حبايبي عشان نعمل بيه الكشري. واول حاجة اللي هو في التموين طبعا بنجيب الزيت وبنجيب السكر. جبت التموين بتاعي الشهري، جبت ازايز الزيت الصغيرين دول، المفروض هم 4 ازايز، بس انا عشان فتحت واحدة منهم قبل التصوير فمرضتش ابينها. 4 زيت و4 سكر، وال100 جنيه اللي قلت لكم باخدها معايا وانا بجيب التموين جبت بيها الشهر ده. ما جبتش صلصة عشان عندي، وما جبتش باكو الشاي الكبير اللي بجيبه عشان موجود الحمد لله. فانا جبت مكانهم ازازة زيت كبيرة اللي هي اللتر ونص دي او 2 لتر، اللي هي زيت ذرة، زيت عباد الشمس دي، عشان بنعمل منها الاكل. زيت نقي ونضيف كده، نعمل منها نوتيلا، نعمل منها نضيف في الاكل عشان البصلة ما تتحرقش. نحط معلقتين زيت مع معلقة سمنة بلدي او معلقة سمنة صناعي بردي عادي، يعني نعمل منها شوربة خضار، نعمل منها فشار، يعني زيت نقي ونضيف عشان صحة اولادنا. تمام يا اخواتي؟ وجبنا السكر والزيت وازازة الزيت الكبيرة. انا جبتها الازازة دي ب107، يعني ال100 جنيه اللي انا بشيلها للتموين حطيت عليها 7 جنيه، ودفعت ضرب البطاقة. ممكن في شهر ما بحتاجهاش ازازة الزيت دي بيكون عندي زيت، فانا بجيب علبة صلصة وعلبة مرقة. ممكن اجيب علبة صلصة او 2، ممكن اجيب علبة مرقة، ممكن اجيب علبة سمنة اللي هي الصغيرة الكيلو. يعني مرة عندي سمنة فانا هجيب زيت، مرة عندي زيت هجيب سمنة، مرة عندي ده وده هجيب برطمانين صلصة اخليهم في التلاجة عندي احتياطي. زي ما انتوا عارفين القوطة دلوقتي يعني الطماطم غالي سعرها، فبنحط معلقة صلصة تحمر التسبيكة كده وتحليها. تمام يا حبايبي؟ كده قدامكم اهو الرز والزيت والسكر واللوبيا والفاصوليا. هوريكم دلوقتي، وكمان نجيب 2 كيلو دقيق عشان عايزين نعمل قرص. برضو لما اخبز القرص دي هعمل لها فيديو واوريها لكم، هصورها لكم واوريها لكم. يعني ال2 كيلو ما شاء الله بيعملوا كمية حلوة، بدل ما بنروح نشتري نص كيلو قرص ب40 جنيه ولا ب60 جنيه، وانا دلوقتي معرفش سعرها كام الصراحة. بنجيب لان انا بخبزها في البيت، فاحنا بنعمل 2 كيلو وبيطلعوا كمية كبيرة، يعني ممكن نقعد طول الاسبوع نفطر منها. بنعملها كده في كيسين واحطهم في درج التلاجة،
والصبح نطلع كام واحدة كده، والعيال يقطعوها بالسكينة كده، بيعملوها شرايح كده زي البقسماط، وياكلوها بالشاي واللبن وبألف هنا. دي بتوفر علينا كتير، ان انت كل يوم هتجيبي لك ب50 جنيه قرص ولا ب40 جنيه قرص، لكن انت لما تعملي حتى لو كيلو دقيق واحد هيفطركم يومين او 3. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة اكلمكم يا حبايبي عن بردي السكر. احنا كنا كل شهر بنجيب 4 كيلو، ونجيب 2 كيلو سكر مدعم. كنا بندفع عليهم على الكيلو 26 جنيه او 25 جنيه، وناخدهم على التموين. الشهر ده قال لي مفيش، قال لي اتمنعوا، فجبنا ال4 كيلو بس الحمد لله. هوريكم برضي دلوقتي المكرونات اللي انا جبتها. جبت ب100 جنيه اداني 4 كيلو مكرونة. جبت كيلو مكرونة سباكيتي. فاكرين في تقسيمة اللحوم احنا قلنا هنجيب كيلو بانيه هنعمله على مرتين. المكرونة السباكيتي دي بنعملها مع البانيه، يعني يوم بنعمل مكرونة سباكيتي ونحمر البانيه جنبيها. دي عشوة ممتازة، يعملكوش العيال بيحبوها ازاي. وجبنا مكرونة مقصوصة، دي بنعملها بالصلصة. مكرونة مرمرية. وجبت المكرونة القلم اهي، المكرونة السباكيتي اهي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، يعني الكيلو بيطلع كمية لما بتسلقيه وتعملي له التسبيكة بيطلع كمية. ممكن تعملي نصه بس، ممكن انتوا لو عددكم قليل اعملي نص الكيلو، اعملي الكيلو على مرتين. وده كيلو الشعرية اللي قلت لكم عليه، بنجيب كيلو شعرية عشان نحط منها مع الرز ال8 كيلو اللي احنا جايبينهم. يعني بنحط شوية شعرية في كل مرة، ووقت ما بيخلص بنشتري تاني. لو انت شريتي نص كيلو شعرية في اخر الشهر مش مشكلة يعني، ولا كيلو حتى. اللهم صل على سيدنا محمد. وعندك المكرونة القلم هتعمليها، عايزة تعمليها بشاميل، عايزة تعمليها بالصلصة، انت وراحتك وعلى حسب عيالك بيحبوها ازاي. بس انا عن نفسي بعملها بالصلصة وبياكلوها بالشوكة كده. الحمد لله على كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.